ملي بدا الموسم واصابات برشلونه ما كتوقفش، من الحارس الدفاع الوسط الهجوم كل المراكز. هادشي اللي اثر على الفريق بطبيعه الحال. من بعد ما ربح 6 الماتشات من اول 7 المباريات، خسر في 3 من اخر 6 ديال المباريات. اصابه بيدري الاخرى كانت هي القشه التي قسمت ظهر البعير. الجماعات ما كتوقفش، الفريق في انحدار. وشنو السبب لهذه الاصابات كامله؟ صحيفه الموندو ديبورتيفو الكاتالوني كتبت تقرير على هذا الموضوع. شنو اسباب الاصابات وشنو هي الحلول؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه في هذا الموضوع ان شاء الله. لكن قبل ما نكملوا خلي معك واحد الاشتراك، لان الدعم ديالك هو اللي كيساعدنا في الاستمرار. السبب الاول هو رحله اسيا في الصيف. سبب غريب بطبيعه الحال، لكن في التفاصيل غادي نفهموا كيفاش. برشلونه في الصيف دار جوله اسيويه لكوريا واليابان، وهذا الشيء اللي كان رافضه هانس فليك، اللي اقترح ان المعسكر يكون في انجلترا ولا النمسا. لكن لابورتا كان مصمم على الجوله الاسيويه، لان المداخل في الجوله الاسيويه كبيره والنادي غادي يستافد ماديا، وهو في وضع محتاج الكل يورو. لكن كيفاش اثرت هذه الجوله على الاصابات؟ حسب التقرير في كوريا واليابان في الصيف كانت الحراره مرتفعه بشكل كبير. هذا الشيء علاش تلغى عدد كبير من الحصص التدريبيه. هذا الشيء اللي نتج عليه بطبيعه الحال اعداد سيء للموسم. السبب الثاني هو اسلوب هانس فليك، لان نهجو طريقه لعب الالماني بان الدفاع يزيد حتى لنص الملعب باش يبقى الفريق ضاغط على الخصم بطريقه مرهقه للاعبين. علاش؟ لانها كطلب من اللاعبين ما يتوقفوش من الجري، لان بمجرد ما يتوقف غير لاعب على الضغط والجري غادي تفتح مساحه للخصم ممكن يدوز منه ويوصل للدفاع اللي طالع، يعني ثغره ممكن يسجل منها الفريق. غادي تقول لي ولكن هذا الاسلوب كان كيلعب به الفريق في الموسم اللي فات وما وقعوش كاع الاصابات. متفق معك، كلام صحيح، لكن هذا هو السبب الثالث، ان هاد اللاعبين هما اللي لعبوا بهذا الاسلوب عام كامل. ولا شفتي التشكيله غادي تلقى عدد محدود من اللاعبين، ما كاينينش بدلاء في مستوى الاساسيين. هاد الطريقه لانها كتستنزف اللاعبين بدنيين، كتطلب 22 لاعب واجد وقراب في المستوى، كل جوج في مركز احتياطي كيريح الاساسيين. لكن تشكيله برشلونه في العام اللي فات كانت محدوده، 14 حتى ل 15 لاعب، ومع الازمه الاقتصاديه ما قدرش برشلونه يتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، وحتى الا تعاقد معهم كيفاش غادي يسجلهم وهو مطالب ما يتجاوز سقف الرواتب. ولان اللاعبين بطبيعه الحال كيبقاو بشر، فالجسم ديالهم ما تحملش، وزاد التحضير السيء في الصيف فتوالت الاصابات. دابا عرفنا شنو السبب، شنو هو الحل؟ حسب الصحيفه من بعد الكلاسيكو هانس فليك اجتمع مع كامل طاقم الاعداد البدني وقال لهم بالحرف الا ما وجدتوش الحل غادي نبدلكم كاملين بطاقم جديد. وخرجوا من الاجتماع ان الطاقم البدني ووعد هانس فليك انه يبدل طريقه التدريب ويوجد حلول يمنع بها الاصابات، او على الاقل يقلل منها. والايام الجايه كفيله ان شاء الله تبين لنا واش ممكن هذا الشيء يوقع ويتوقف نزيف الاصابات. كان معكم عصام الهلالي، وكيف العاده الا كنت كتشاهدني من اليوتيوب نتمنى تدعمني بلايك وباشتراك، اما الا كنت كتشاهدني من الفيسبوك فمتابعه باش تشوف فيديوهات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله.